السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو عن ازاي نرسم على القماش. احنا عاملين هنا كوشن، وهنرسم عليه رسمة بالالوان اللي هي الفيبر كاسل المخصصة للرسم على القماش. هي الرسمة عبارة عن اللعبة بتاعت اكس او، بس بدل الاو هتبقى قلوب وفيها سهم، وبتنفع للفالنتاين برضو، تتقدم كهدية او تحطيها في بيتك كديكور جميل. المهم احنا بعد ما بنرسم الحاجة لازم نثبتها على القماش عشان ما تطلعش في الغسيل. طبعا الالوان دي بتبقى ثابتة، بس لازم نثبتها قبل ما نغسلها. وطبعا ما تنسوش وانتوا بترسموا تكونوا حاطين ورق او كرتونة تحت القماش عشان الالوان ما تطبعش على الظهر. دي خطوة مهمة جدا ولازم نخلي بالنا منها. تمام. بعد ما عملنا الخطوط اللي بالطول هنبتدي نعمل الخطوط اللي بالعرض، وكمان عملنا السهم جاي بزاوية من فوق لتحت. راس السهم بتكون لتحت والريشة بتاعت السهم بتكون لفوق. طبعا ممكن تعملوه بالالوان اللي انتوا عايزينها. انا هنا عملت الخطوط باللون الاسود، والسهم كمان باللون الاسود، وبعد كده عملت الاكسات باللون الازرق، وطبعا القلوب هعملها بالاحمر وهلونها من جوه. ممكن برضو تخليها مفرغة. طبعا الرسم والتلوين بيبقى حسب كل واحد وذوقه، الرسمة اللي بتحبه اللي بيحبها والالوان اللي بيفضلها. وهنا انا طبعا مشبكة القماش على خشبة ومثبتاه بالمشابك عشان القماش ما يتحركش مني وانا برسم. وكده بنكون خلصنا الرسمة، ويا رب تكون عجبتكم. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.